بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد عبده رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن أشكي لله وثم الخادم الحرمين الشريفين فيما حصل في سليلة جهينة، لحيت انهم حفروا حفرة وطاحت بها بنتي البارح يوم 7 الموافق 7 ليلة 8، وطاحت فيها قدام المغرب، وطلبنا الدفاع المدني وليس يجينا الدفاع المدني لي الساعة الحين الساعة 7:30 الصباح. أطلب من الله وثم من خادم الحرمين الشريفين والمسؤولين الذي مسؤولين عن البلدية وعن المقاول، أعرف هي مسؤولية المقاول ولا البلدية. حفرت لنا فخ، حطت الأطفال اللي راحوا فيها، وراحت بها البارح بنتي وخالتها شقيقتها، الساعة حول 6:30، وطلبنا الدفاع المدني ولا جانا لي الساعة ولا عينا دفاع مدني. وأهل الخير جزاهم الله خير طبوا وسط الحفرة وطلعوا الجنايز. فاعتبار لا عندنا دفاع مدني في محافظة العيس، اعتبار لا عندنا دفاع مدني في محافظة العيس، ولا عندنا بمحافظة العيس إلا هملة. وجابوا لنا هذا المقاول الذي شق الأرض حسب أنه يبغى فلوس وحطها فخ للمسلمين، وحنا أول على أبوهاتنا وعلى أجدادنا لنا فوق 40 سنة ما عمر استظل أي مسلم من هذا الوادي إلا بجية هذا المقاول الذي جابته الوسطات للفلوس، ويحفر حفرة لا تقل لها عن 1000 متر طول، وبالأرض تحت لا تقل لها عن 7 أمتار أو 8 أمتار. ولا الحق منه أي شيء ما الحقه منه. أطلب من الله ومن المسؤولين الذي مسؤولين البلدية أو مسؤولين الدفاع المدني ومسؤولين الأمارة، أطلب من الله وثم منهم بإعطائي الحق من هذه المقاول أو هذه البلدية التي حفرت هذه الحفرة وذهبت فيها بنتي يوم 7/2 عام 1437، عمرها ممكن حول 14 سنة، وأن الحفرة مكشوفة من يمين ومن يسار، لا علامات حطينها، لا شبوك حطينها، لا صبات حطينها. فهذه حفرة محفورة فخ للمواطنين. أشكيه على الله الذي